السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان سعيد وكريم علينا جميعا إن شاء الله. النهاردة أنا حابب أكلمكم على برنامج رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ده البرومو الرسمي لبرنامجنا معتقد وحديث. معتقد وحديث هو مش برنامج عادي. البرنامج ده هيبقى مدته 12 حلقة. في كل حلقة من الحلقات ال 12 احنا هنتكلم على معتقد مهم جدا، احنا ممكن نكون فاهمينه بشكل غلط لكنه بيأثر على حياتنا بشكل مقلوب جدا. اولا انا حابب اننا نتناقش قبل ما نبدأ، يعني البرومو ده مش برومو مجرد ان انا طلع اقول لك ان في برنامج في رمضان ويلا السلام عليكم وانا ماشي، لا خالص. البرومو ده مهم جدا جدا جدا، بل بالمعنى الاصح يعتبر حلقة من حلقات البرنامج بتاع رمضان، وهو اللي بيأسس هو احنا داخلين نعمل ايه اصلا. اولا هو ايه هي معتقداتنا؟ يعني ايه اهمية وقود المعتقدات في حياتنا؟ بحب دايما ان انا احكي كده الموضوع بمثل كان شرحه يعني معلمي الاول في علوم تغيير الواقع، وهو بوب براكتر. بوب براكتر كان بيقف قصاد مراية، وبعد ما يقف قصاد المراية ديت ويقول لك انا دلوقتي ظاهر في المراية بالشكل اللي انا عليه في الواقع، وبالتالي لو انا حبيت اغير الصورة اللي ظاهرة في المراية فانا عليا ان انا اغير الصورة اللي انا ظاهر عليها في الحقيقة. ولو حاولت كل المحاولات الفعلية علشان اغير الصورة اللي في المراية من غير ما اغير الصورة الحقيقية، بالمعنى الاصح دوت ضرب من ضروب الجنون. الفكرة بقى كلها ان الصورة اللي موجودة في المراية دي هو الواقع اللي انت شايفه. الواقع اللي انت شايفه انت متخيل انك انت متحكم فيه، وانك انت متحكم في التغيرات اللي ممكن تعملها وتأثر عليه فيها. لكن على اصل الموضوع لو انت بدأت تدرسه بشكل فلسفي وبشكل روحاني عميق جدا، هتكتشف ان الواقع اللي انت عايشه ما هو الا انعكاس للحقيقة اللي انت موجود عليها في العالم الروحاني. حقيقتك في العالم الروحاني منعكسة هنا في العالم المادي في صورة الواقع اللي احنا عايشينه. ولو حبينا اننا نغير الانعكاس او الصورة اللي موجودة في العالم الواقعي اللي احنا عايشينه، علينا ان احنا نغير الصورة اللي موجودة اصلا في العالم الروحاني. لعبكتكم كالعادة يعني. انا عارف انتوا اتعودتوا معايا على كده، بس هو احنا ما بنناقش، يعني يا جماعة دايما اتعودوا كده، احنا ما بنناقش افكار ومفاهيم بسيطة، احنا بنناقش عمق الحياة، عمق مفاهيم الحياة. احنا بنتكلم على السيستم اللي بيدير الحياة. ولما نيجي نتكلم على السيستم اللي بيدير الحياة، فهو السيستم عمره ما هيكون سهل، عمره ما هيكون بسيط، لان اغلب البشر عايشين حياة ملعبكة نتيجة ان هم مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة. ولو بدأنا نفهم بجد السيستم اللي ربنا حاطته لنا في الكون، هنعيش حياة احنا ما نحلمش ان احنا كان ممكن نعيشها. وبالتالي احنا عايزين نعرف احنا ليه ما بنعرفش نغير الواقع، نتيجة ان احنا عايزين نغير الانعكاس، عايزين نغير الصورة، عايزين نغير صورة الواقع اللي هي انعكاس للعالم الحقيقي اللي موجود في العالم الروحاني. وبالتالي كل محاولاتنا بتبوء بالفشل لتغيير الواقع، نتيجة انك بتحاول تغير شيء لا يمكن تغييره. وبالتالي لو انت حبيت ان انت تغير الشيء اللي يمكن تغييره، يبقى انت لازم تبدأ تغوص جوه في العالم الروحاني علشان توصل للحقيقة اللي انت تقدر تغيرها. اغلب الناس لما تبدأ تحاول تغوص هي متخيلة ان الصورة الحقيقية اللي موجودة في العالم الروحاني هي شبيهة بالصورة اللي موجودة في العالم المادي. هي برضو جسمي، انا احمد ابو طالب موجود بجسمي وشكلي وطبيعة جسمي وطبيعة شكلي وطبيعة وشي وطبيعة الكلام ده كله، وده غلط تماما. الموضوع هنا همثله بفكرة يعني هيفهمها الناس بتاعت الكودينج، الناس بتاعت البرمجة. في البرمجة أي موقع، عادة الموقع اللي أنت قاعد دلوقتي بتشوفني عليه، سواء أنت بتشوفني على اليوتيوب أو سواء كنت بتشوفني على الفيسبوك أو أي حاجة أنت بتشوفني من عليها، عادة وأنت بتشوف الفيديو ده، الموقع ده اللي أنت بتشوفني من عليه، الموقع ده الصورة اللي ظهرها لك، ده الواقع بالمعنى الأصح بتاع الموقع، الصورة اللي بتظهر للناس.
ولو حبوا ان هم يغيروا في اي حاجة او يعملوا اي تحديثات في الموقع بتاع اليوتيوب اللي انت بتشوفني من عليه دلوقتي، هو ما بيغيرش في الواجهة اللي انت شايفها دي، ما بيغيرش في عالم الصور اللي انت شايفه ده، هو بيرجع للبرمجة اللي محطوطة للموقع بتاع اليوتيوب علشان يبدأ يغير فيها. ولو رجعت وبدأت تدخل على الموقع الحقيقة بقى بتاعت موقع اليوتيوب، مش هتلاقيه موقع بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي قصاد عينيك، بالعكس تماما، انت هتلاقيه عبارة عن مجموعة من الأوامر مكتوبة تحت بعضها، أوامر جمل مكتوبة بشكل محدد بتطلع أشكال محددة، جمل مكتوبة بشكل محدد بتطلع أشكال محددة، جمل مكتوبة بشكل محدد بتطلع أشكال محددة، بتطلع حاجات بتدخل في بعضها، بتطلع حاجات إنك ينفع تحط فيديوهات والكلام ده كله. عمال أشرح كل ده ليه؟ علشان أشرحها لك على العالم بتاعنا. إحنا بقى اللي موجود في العالم الروحاني برضو مجموعة أوامر زيها زي بالظبط مجموعة الأوامر اللي موجودة في موقع اليوتيوب وبتكون موقع اليوتيوب اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي وشايف ان هو مجرد عالم صور بيعرض لك فيديوهات، انت عمال تنقي في الفيديوهات اللي موجودة، وهو في الأصل ما هو إلا مجموعة أوامر. إحنا كمان كده في عالم الصور اللي احنا عايشينه، وفي عالم الواقع اللي انت بتعيشه دلوقتي، واللي انت بتشوف ان هو امر مفرغ منه، ان هي دي اختياراتك وهي دي دنيتك، ده اسمه عالم الصور. عالم الصور ده بقى وراه عالم الروح. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مجموعة اوامر موجودة جوه الروح. الاوامر دي احنا بنسميها في علم النفس كلمة المعتقدات. في ناس تقول عليها البارادايم اللي هو النموذج الفكري، ناس تسميها البرمجة. هي كلها ما هي إلا بتدور في إطار إن هي في برمجة شاملة موجودة للواقع اللي انت شايفه دوت دلوقتي كفيديو، وشايفه كحياة واقعية انت عايشها دلوقتي، ما هي إلا انعكاس مجموعة من الأوامر موجودة جواك. الأوامر دي بتبقى عبارة عن معتقدات. معتقداتك دي هي عبارة عن حاجات حصلت في حياتك واتكررت مرة واتنين وعشرة ومية وألف ومليون. كل ما اتكررت في حياتك بقت بالنسبة لك بتمثل معتقد. معتقد في كذا، معتقد في كذا، معتقد في كذا، معتقد في كذا. مجموعة المعتقدات دي مع بعضها مكونة لك شكل الواقع اللي انت شايفه دلوقتي. ولو حبيت ان انت تغير شكل الواقع اللي انت شايفه دلوقتي، عليك انك لما تيجي تحاول تغير ما تغيرش في الواقع اللي انت شايفه، ما تغيرش في الواقع اللي انت شايفه، ولكن غير في معتقداتك. غير في المعتقدات اللي انت متبنيها جواك، لان المعتقدات اللي انت متبنيها جواك هي دي اصلا صورتك الحقيقية، هي دي صورتك اللي موجودة في العالم الروحاني. وعشان تغير الصورة اللي موجودة في العالم الواقعي لازم تتغير الصورة اللي في العالم الروحاني، فيتغير الواقع بتاعك. الواقع ما هو إلا انعكاس للصورة اللي موجودة في عالم الروحاني. غير معتقداتك تغير حياتك. وعشان كده دايما بقولها في كورس خريطة القدر: روحانيات سليمة تعني معتقدات سليمة، تعني حياة سليمة. معتقدات روحانيات بايظة تعني معتقدات بايظة، تعني حياة بايظة. روحانيات ملخبطة، انت مش عارف مين جاي رايح فين والدنيا ماشية ملخبطة خالص، تعني معتقدات ملخبطة، تعني حياة ملخبطة. إذا ظبطنا الدنيا في العالم الروحاني هنظبط الدنيا في العالم المادي. ولو سيبنا العالم الروحاني ملخبط وبايظ هتفضل الدنيا في العالم المادي ملخبطة وبايظة. ان شاء الله بقى كل سنة وانتم طيبين. كده في رمضان احنا هنتناقش على اهم 12 معتقد موجودين في حياتنا، معتقدات بتلمس كل جانب من جانبنا حياتنا، وبيسببوا مشاكل كبيرة جدا نتيجة فهمنا الغلط ليها وعدم قدرتنا على رؤية المعتقدات دي بشكلها السليم. ولو بدأنا إننا نتبنى المعتقدات دي بشكلها السليم هيبدأ يغير حياتنا تماما. عادة المعتقدات دي لما بديها في الكورس بتفق مع الناس على اتفاق إن كل شهر هنسأل نفسنا في كل معتقد من المعتقدات دي إحنا عملناه ولا لأ.
احنا فعليا متبنيين المعتقد ده بشكل سليم، ولا احنا متبنيين المعتقد ده بشكل فاسد فبالتالي بيفسد حياتنا. ده عادة هيبقى النص الأولاني من الحلقة. النص التاني من الحلقة هيبقى حديث. البرنامج اسمه معتقد وحديث. عادة الحديث اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقة هيبقى ليه علاقة كبيرة جدا بالمعتقد اللي احنا بنناقشه. ليه أنا بتكلم في الأحاديث؟ علشان للأسف في مجتمع الوعي في الأيام اللي احنا موجودين فيها بدأوا يتكلموا ويضعفوا من فكرة الأحاديث، وبدأ يتقال على الأحاديث كأنها موروث. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بيتقال عليها موروث. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام احنا ضربناها عرض الحائط واتكلمنا ان هي كلها ان هي مضروبة وان هي كذا وان هي كذا. أحاديث فيها كمية حكمة ونور وجمال احنا بالمعنى الأصح ما نعرفش نعوضها. وبالتالي انا النهاردة لما هاجي اتكلم معاكم هنتكلم في قلب الاحاديث دي. هنتكلم في احاديث قوية جدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام علشان نوضح لعالم الوعي اللي هو بيتكلم في اوقات على ان الاحاديث دي على انها موروث ولازم يتساب. لا، الاحاديث قوية وجميلة وحكيمة وفيها حاجات بتلمس الروح والقلب والعقل تغير حياة امة. عادة ما بحبش الناس اللي بتاخد الموضوع بالكلية. بالمعنى الأصح دايما لما أقول للناس نتبنى عقلية الطالب، بمعنى إيه عقلية الطالب؟ إنك ما تعممش، ما تجيش تقوم قايل الأحاديث مرفوضة، الأحاديث غلط، الأحاديث موروث والكلام ده كله. وعشان كده أنا أصريت إن في رمضان دوت إننا هنتناقش في 12 حديث مع 12 معتقد. الأحاديث اللي احنا هنتكلم عليها أحاديث جميلة جدا 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 جدا. ساعتها حتى لو انت كنت من الناس اللي متبنية فكرة ان الأحاديث هي موروث، أوعدك انك بعد ال 12 حلقة دول انت اللي هتروح تجري وتدور وتبحث في الأحاديث، لأن الأحاديث دي مادة دسمة جدا فيها كمية خير وكمية روحانيات وكمية حكمة احنا ما نقدرش نعوضها. ديننا جميل يا جماعة، ديننا جميل قوي. ديننا بيناقش المواضيع بشكل وسطي حلو قوي. في ناس اخدونا الاقصى اليمين وخلوا ديننا كله هو عبارة عن حلال وحرام، وناس اخدونا الاقصى الشمال خالص وبدأوا يقولوا لك مفيش حاجة اسمها احاديث او احنا قرآنيين، او يخلونا الموضوع كله دروشة. وديننا لا كده ولا كده. ديننا جميل جدا، ديننا وسطي، بيناقش الدنيا والدين، بيناقش الروحانيات والماديات. واقسم بالله اللي انا شفته في الرحلة بعينيا في العالم الروحاني بيأكد ان العالم الروحاني والعالم المادي هما شقين. العالم المادي بيعوم على عالم روحاني، وعشان تصلح العالم المادي ده لازم نصلح العالم الروحاني بتاعنا، وعشان نصلح العالم الروحاني بتاعنا لازم نمشي رحلة في العالم المادي بتاعنا. وهي دي الرحلة اللي احنا هنمشيها خلال ال 12 حلقة اللي انا هقابلكم فيها في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وبعود عليكم يا رب الأيام بخير. اللهم بلغنا رمضان. خلاص فاضل كام يوم ونوصل رمضان. أتمنى إننا نوصل جميعا لرمضان أيام كلها طاقة وجمال وذكر وروحانيات روعة جدا. استعينوا على الأيام اللي جاية ديت بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة لربنا، قراءة القرآن. استعدوا، احنا جايين نغير معتقداتنا، وأوعدكم وانتوا بتغيروا معتقداتكم هتغيروا دنيتكم. السلام عليكم.